هو لو ده الاداء اللي انتوا رايحين بيه كاس عالم انديه تلعبوا فيه، تروح تكسب لي اوكلاند سيتي وسياتل وتيجي تخسر الماتشين التانيين، يبقى معلش اقعدوا، كنتوا تسيبوا الرجاء يلعب، كنتوا اعتذروا. لكن مش ده الاداء اللي يروح. عارف لو مثلا خسرنا تقسم علينا كوره بالمدارس اوروبيه ومدارس برازيليه، كنا نقول نسكت وخلينا على الله حكايتنا ونقعد، لكن مش كده. انت لما لعبت ريال مدريد ما كانش ريال مدريد في افضل حالاته، واللي بيفهم كوره يعرف اللي احنا بنقوله كويس. طب ماتش ريال مدريد رحت على الجون مره واثنين وثلاثه واربعه، وده مش هيجي لك كتير. مش دايما هتلاعب ريال مدريد وهو بالسوق ده. دفاع ريال مدريد كان على الله حكايته في ماتشك. واحد زي محمد بشريف راح مرتين على مدريد في الماتش ده، وكان يقدر يجيب جونين من فرص سهله. لو في مهاجم محترم هيجيبهم اجوان. بيرسي تاو في ماتش ريال مدريد لو مهاجم محترم او جناح محترم او اي نيله محترم في الاهلي لعيب تقيل كان جاب جوان في ماتش ريال مدريد. النجم الوحيد اللي كان في ماتش ريال مدريد كان حسين الشحات، اللي انت طلعته كمدير فني، طلعته لي وهو في افضل حالته في الماتش ده. ماتش مدريد وفضلت لغايه دقيقه 90 وانت خسران 2-1، وكنت تقدر تتعادل او تدخل وقت اضافي معاهم او تخسر حتى 2-1. لا، تيجي في الوقت الضايع من الشوط الثاني وتيجي يجي فيك جولين كده على الله كده وتخسر اربعه. كونك خسرت من ريال مدريد اربعه دي مش حاجه تقلل من الاهلي، لان ده ريال مدريد، بس مش بالطريقه دي. لو مدريد لعب كورته اللي احنا نعرفها وخدنا اربعه الحمد لله، بس مدريد يلعب كورته اللي احنا نعرفها عن ريال مدريد. لكن مدريد ما لعبش الكوره دي. مدريد كان بيلعب قدامك عادي سهل، وفي لعيبه غايبه والدنيا مش احسن حاجه عند مدريد. استغل الفرص، بدليل انك رحت على الجون مره واثنين وثلاثه واربعه. نحط ماتش مدريد على جنب وخسرناه وخلاص، وده ريال مدريد طبيعي نخسر منه. خلاص تمام. تيجي النهارده وانت تلعب فلامينجو ايه؟ يعني انا عايز بس كده ايه، ناس بتفهم كوره ترد عليا، ايه اللي بيحصل النهارده؟ انت اول ما دخلنا الماتش ربنا كرم بضربه جزاء الحاج علي معلول جابها فينا، مش مشكله يا عم علي، ضربه جزاء وجي فينا الجون الاول تمام. ربنا سهل وفوقنا في نص الشوط الاول وجبنا التعادل وضغطنا عليهم في اخر اللي هو الوقت الضايع بتاع الشوط الاول، رحنا كتير وكان الماتش حلو والتمام والاهلي بيلعب كوره كويسه. تيجي الشوط الثاني شرحه الدنيا ماشيه كويسه وتم وربنا كرمنا وجبنا الجون الثاني وبقى 2-1. هنا بقى الموضوع لو في مدرب عنده شخصيه قويه بره. انت شايف دفاع فلامينجو بقى على الله، بقى في مساحات كبيره ورا، وفلامينجو لا عارف يدافع وكل همه يجيب فيك جون، وحتى لما بيروح على الجون عندك ما بيسببش خطوره كبيره. واللي هيتكلم في النقطه دي يرد عليه واقول له فلامينجو جاب فيك النهارده 4 تجوان صح؟ ضربتين جزاء وجون ديانج ادالي قال له خدها الجون، يعني جبناها في نفسنا. يعني فلامينجو ما قسمش عليك كوره النهارده، انت اللي قسمت. عبد القادر لعب ماتش محترم، غير كده الفرق على الله. نحلل مع بعض كده بالراحه. واحد زي محمد بشريف ده مهاجم النادي الاهلي، المفروض الراجل ده في ماتش ريال مدريد كان ممكن يدخل التاريخ ويسجل على الاقل جونين، ما جابش حاجه. دي مشكله. تيجي في ماتش زي النهارده معلش اقرص ودنه. ما انت مش كل ما تروح للجون تضيع، واحنا نقول عايزين شريف يجيب بالفورمه نصبر عليه دي فرصه، هنروح بيه فين تاني؟ هو واضح ان شريف خلصت، اللي عنده الاهلي طلعه، ما عندوش حاجه ثانيه تطلعها. فالنهارده الحاج شريف لما تاخد انفراد انت لوحدك، مفيش مدافع ضغط عليك، والجون طالع متقدم على حدود 18، يعني انت لو مهاجم بتفهم كوره سنه اولى هجوم بتتعلم في الناشئين، بيقول لك لما الجون يطلع عليك قوي كده على حدود 18 وانت منفرد بيه، اسهل حاجه تعمل ايه؟ تشب من فوق الجون، لان هو طلع قرب منك فقفل لك الدنيا ومتقدم وانت على حدود 18. يعني كون انت تعملها من شماله او يمينه سهل يجيبها. لكن شريف خد القرار الاصعب، ان هو يخرم المهاجم، يشوطها كده في صدره يخرمه عشان تدخل جون. ما تعرفش شريف كان عامل تعويذه مثلا على الجون ده ان هو هيخرمه، ما تفهمش انا كان عايز ايه. لكن السهل لو انت مهاجم محترم يا محمد يا شريف تشيب من فيه جون، لان الجون طلع لك على حدود 18، يعني الجون كله فاضي ورا. اي تشيب هتخش، اي تشيب هتدخل جون. لا مفيش الكلام ده. على مدار ال 90 دقيقه اللي لعبها شريف او ال 85 دقيقه اللي لعبها شريف، لا منه عارف يبقى محطه كويسه، ولا منه عارف يستلم ويسلم لعب، ولا منه عارف يساعد زمايله ويعمل فرص، ولا بيعمل اي حاجه. هو فضل في الملعب يهنجم ويتنطط شمال ويمين ورايح جاي على الله حكايته، ويوم ما ربنا يكرمه بانفراد صريح اثبت لنا قدرتك كمهاجم محترم في كاس عالم الانديه، فشل ذريع. تيجي المعلم بيرسي تاو اللي تحس ان بيرسي تاو نازل يلعب كوره وهو عليه اقساط او عليه طار، خايف حد يضربه طلقه من المدرجات، مش معانا مش مركز، هو قرفان ووشه مقفول، وتحس ان هو فعلا ده منظر واحد مديون لطوب الارض، ما تفهمش عايز ايه. قاعد طول الماتش بيرسي تاو لعب 90 دقيقه و 90 دقيقه ايه ده، لعب 105 دقيقه تقريبا بالوقت الضايع وهو مش معانا. الواد لا عارف يبقى محطه كويسه، ولا عارف يبقى وينج كويس، ولا عارف يبقى مهاجم كويس، ولا بيستلم ويسلم، وكل كوره تترمي البيرسي تاو يحنكش ويتاخد منه. لا عارف يستلم الكره اللي عاليه، ولا عارف يستلم الكره اللي تحت،
ولا عارف حتى يصنع كوره ويدي حد يقول له هات جول، مفيش، على الله. وبرضه ربنا يكافئه وتجيله كوره متقشره على ال6 يارده، خد يا عم بيرسي هات جول على ال6 يارده. انت متخيل يعني ايه ال6 يارده دي فين؟ انت متخيل يعني ايه كنت كمهاجم مدفوع فيك فوق ال 2 مليون دولار وتجيلك كوره زي دي على ال6 يارده ومفيش مدافع ضغط عليك ولوحدك وعلى الله واعمل اي حاجه الكوره جون؟ ده انت بينك ومن الجون 6 يارده يا جدع يا جدع، مفيش. يجي شايطها بكل عنجهيه في المدرجات. ده مهاجم النادي الاهلي الثاني ده بيرسي تاو، زي محمد شريف كده. الناحيه الثانيه بقى في واحد انا مش فاهمه، ولو انا غلطان حد يرد عليا. المعلم طاهر محمد طاهر. هو طاهر ايه وضعه؟ هو طاهر عشان بيتكلم فرنساوي فهم عايزينه في الاهلي عشان يتكلم مع المدربين؟ انا مش فاهم في ايه. حد يقول لي طول ال 90 دقيقه، طول ال 100 دقيقه بتاعت اللعب النهارده دي، طاهر كان ايه وضعه في الملعب؟ طاهر لا شفته بيدافع زي الناس ولا بيساعد زمايله في الدفاع، ولا شفته في الهجوم عمل حاجه نسقف له عليها. ماتش كامل بيلعبه طاهر محمد طاهر على الله. انت يا عم كولر يا اللي واقف بره وشايف اللي انا بقول عليه ده، يعني يا سيدي لو احنا مش بنفهم كوره وانت بره عندك حسين الشحات، نزله اخر ربع ساعه، اخر تلت ساعه، بعد ما اتطرد خالد عبد الفتاح، نقول ماشي انت خفت رحت منزل هاني والكلام ده الطبيعي، تلعب 10 لاعبين. بس حد يقول لي هل فلامينجو لما الاهلي اتطرد منه لاعب الموضوع باظ عندنا؟ بالعكس، كنا برضو بنهاجم وبنروح، بس بنروح بخط هجومي مهلهل، ما عندناش مهاجم محترم يخلص. بنروح ايه المشكله؟ بتعمل عرضيات مفيش مهاجم بيحط، بتعمل سروهات مفيش مهاجم عايز يخلص، مفيش راس حربه يعتمد عليه، مفيش راس حربه خط النص يعمل معاه محطه كده وتبقى الدنيا رايحه جايه ويقدر يلعب كره الوينج او يعدي هو ويشوط، مفيش الكلام ده، ما عندناش. فانت يا عم كولر وانت واقف بره كده على الخط عامل مدير فني ولابس لي الجاكيت وقرفنا في حياتنا، يعني ايه المانع لما تسحب المعلم طاهر اللي مش قادر؟ هو طاهر ما عندوش حاجه يديها لنا، يعني هو واضح ان طاهر محمد طاهر كل كام ماتش كده بيدينا حاجه، لكن هو ما عندوش تاني. هو عنده ان انا كل كام ماتش هديك حته حلوه، ما تطلبش مني اكتر من كده. الراجل مش نافع طول الماتش، طلعه. دفاعات فلامينجو مفتحه، مساحات ما بعدها مساحات. فالطبيعي في وقت زي ده انك تنزل واحد زي حسين الشحات يجري بالكوره ويتعب الناس دي، مساحات كبيره. عبد القادر الناحيه الثانيه واكل عيش على الناس وعمال يعدي وجاب جولين الراجل وما قصرش. نزل الناحيه الثانيه الشحات في اخر ربع ساعه، اقسم بالله كنت قلبت الماتش. وبعدين انت ككولر ليه ما عندكش الجرأه وانت كسبان 2-1 ان انا اكسب 3-1 و4-1 و5-1؟ ليه؟ فرص مش هتتعوض تاني. زي ما شفنا موسيماني في ماتش الزمالك لما كسبنا 5-3، كان يقدر موسيماني يعمل سكور عالمي على الزمالك وقتها، لكن برضه خوف المدرب والتراجع بتاعه لورا خلى الماتش ما يبقاش حلو. تكسب بس مكسب مش قوي. الزمالك عمرك ما هتلعبه في الحاله دي وقلنا الكلام ده، بس ده مش موضوعنا النهارده. عمرك ما هتلاعب فلامينجو بالوضع ده لو قابلته تاني، ولا عمرك هتقابل ريال مدريد بوضعها اللي انت قابلته بيه الماتش اللي فات. فكل دي فرص. فانت بتتكلم دلوقتي على خط هجوم الاهلي كله بلا استثناء على الله. الوحيد اللي لعب بشكل محترم في كاس العالم للانديه نشهد له بيه هو حسين الشحات قدام ريال مدريد، وكان كويس، لان ماتش ريال مدريد يعتبر هو ابرز ماتش لعبناه في كاس العالم للانديه. غير كده مفيش. طيب احنا دلوقتي عايزين حد يجاوبنا، الاهلي كان عايز يخسر الماتشين دول؟ لا يا عم، ازاي في فريق عايز يخسر؟ طب الاداء اللي بيحصل ده والفرص اللي بتضيع دي واللعيبه اللي هي تحس ان هي مش مستوعبه هي فين. طب انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا انتوا بتكتبوا تاريخ. الواحد منكم بيلعب كاس عالم للانديه وبتجيله فرص زي دي، استغل الفرص دي، مش بتيجي كتير. احنا كجمهور تعبنا وقرفنا. يعني حاجه تانية بقى بمناسبه الاداره، يا عم خطيب الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، انت كنت لعيب عالمي، لعيب اسطوره في افريقيا. هل انت مش واخد بالك من اللي احنا واخدين بالنا منه؟ هل انت مش واخد بالك ان بيتصرف ملايين على خط الهجوم بتاعنا وما عندناش حد يملى العين؟ يعني انت لو معاك مهاجم محترم في كاس عالم الانديه ده بالتحديد في ماتش ريال مدريد وماتش النهارده بتاع فلامينجو، كنت تكسب مرتاح. مش هتكسب مدريد بس كنت تعمل ماتش حلو، كنت هتجيب في مدريد جون واثنين وثلاثه وتبقى عامل ماتش للتاريخ وتبقى اسمك سجلت في ريال مدريد اكتر من جون. لكن ده ما حصلش، ما عندكش مهاجم حلو، ما عندكش راس حربه يملى العين. انت بيرسي تاو مدفوع فيه فوق ال 2 مليون دولار. كهربا اللي عليه مش عارف غرامه بتاع 2 مليون دولار برضه. بتتكلم في الحاج علي طاهر محمد طاهر اللي جايب حوالي 20 مليون جنيه. بتتكلم في محمد شريف. كل الناس دي كلها حطها على بعض كده يا عم وحطهم على جنب وهات لنا مهاجم عدل، هات لنا مهاجم محترم. الاهلي بيروح خط وسط الاهلي انا مش شايف انه مقصر في حاجه. الناس تقعد تقول لي ما هو ديانج نزل جاب جول فينا، ديانج نزل في الدقيقه 90، ده الراجل نزل قرفان اساسا. يعني ماتش النهارده ده على قد ما اللعيبه كانت مش في حالتها واللعيبه تحرق الدم، بس هو ماتش مدرب واقف على الخط عنده شخصيه قويه. انا جبت 2-1 في فلامينجو، حتى لو اتطرد مني لعيب مش هيخش فيها اجوان اولا، ثانيا هجيب تاني. لكن كولر ما عندوش دي، مش اللي هو اجيب 2 و3. طب
طب انت شايف ان فرقتك بتروح على فلامينجو وبتهدد وبيضيعوا انفرادات، لا عزز بقى، شيل واحد زي طاهر او بيرسي تاو اللي مش في حالتهم، ونزل وينجز زي حسين الشحات يلعب في المساحات، نزل كهربا بدل بيرسي تاو يلعب راس حربه صريح، الواد هيعمل نوش مع الناس. انت مخزن اللعيبه دي لايه؟ ده اخر ماتش ليك في كاس عالم الانديه، يعني انت مسافر خلاص جاي الدوري المصري، فقلقان من ايه؟ يعني انت هل ان انت في الدوري المصري جاي هتلاعب ريال مدريد تاني في الدوري المصري فانت عامل حساب ان اللعيبه ما تتعبش قوي؟ يا عم مفيش غيرها، يا عم ده ماتش على ميداليه، يا عم ده ماتش على مركز ثالث، يا عم ده ماتش هيخليك تاخد مركز ثالث للمره الثالثه على التوالي، ثلاث ميداليات برونز والمره الرابعه في تاريخك، يعني مش هتتكرر تاني. انت كمدرب هتحط اسمك في لسته من الناس اللي خدوا ميداليات مع النادي، هتبقى اسمك مدرب سويسري، اكبر فريق دربته في حياتك كان في الدوري السويسري تقريبا، جيت مع الاهلي خدت ميداليه في كاس عالم الانديه. الكلام ده كله هتقول لي هو اي مدرب عايز يوصل اللي انت بتقول عليه ده، بس فين المفاتيح؟ فين اللي يخليك تحس ان المدرب ده عايز كده؟ كولر واقف على الخط راح يغير في الدقيقه 90، ولو ما كانش خالد عبد الفتاح اتطرد ما كانش هيغير وينزل محمد هاني في الدقيقه 70 ولا حاجه، لا. فانت عايز تعمل ايه يا عم كولر؟ انت فرحان بالنتيجه؟ طب 2-1 حلو كده بالنسبه لك؟ لا لا زي الفل، قفل يا عم، ده شغل، ده دوري مصري، ده دوري مصري، ده المدرب اللي عنده شخصيه القوي لما يبقى كسبان 1 و2 و3 وشايف ان الفريق اللي قدامه قادر يستقبل اجوان تاني والخطوط متفتحه يلعب ويجيب. الناس اللي بتشجع كوره من زمان وفاهمين كوره كويس، ماتش الاهلي والزمالك 6-1 لما جوزيه بين الشوطين دخل زعق في لعيبه الاهلي وهي مخلصه الشوط الاول 3-1، الكلام ده كله قالوه نجوم الاهلي كلهم واتفرجوا عليه، اللعيبه فرحانه وداخله اوضه اللبس الشوط الاول وهم كاسبين الزمالك 3-1، دخل جوزيه زعق في اللعيبه قال لهم انتوا تقدروا تجيبوا اكتر من كده. الشوط الثاني نزلت اللعيبه جابت 3 اجوان تاني وبقى 6-1. ده مدرب عنده شخصيه، ده مدرب عايز يدخل التاريخ. لكن المدرب اللي تلاقيه يجيب جون وعايز يحافظ عليه ده مدرب قليل الحيله، ده مدرب ما صدق جاب جون او اتقدم فخلاص عايز يقفل ويخلص الماتش كده. المدرب القوي اللي بيجازف وعنده شخصيه قويه، شايف الفريق اللي قدامك يستقبل العب عليه تاني، حط المدرب على جنب. اللعيبه انتوا بتلعبوا في كاس عالم الانديه قدام فرق عالميه مصنفه عالميه، اعمل تاريخ لنفسك، العب كره احسن من دي. هل دي كوره انت مقتنع بيها؟ هل لعيبه الاهلي لما يروحوا ويتفرجوا على ماتش ريال مدريد تاني وعلى ماتش فلامينجو تاني تخسروا بالشكل ده؟ اخسر من ريال مدريد بس اخسر بشرف، بس لما يجي لك فرصه انك تجيب جون هات جون عشان مش هتجيلك تاني. العب قدام فلامينجو، اخسر من فلامينجو ما عندكش مشكله بس مش بالشكل ده. ما تروحش تضيع اجوال ما يضيعهاش عيال في سنه اولى ويخش فيك اجوال ما تجيش في عيل في سنه اولى. ضربتين جزاء وانت يا عم علي معلول ربنا كرمك لما جبت ضربه جزاء عملتها على النادي الاهلي وجات فينا جون، فربنا مكافئك وجات لنا ضربه جزاء وخد شوط يا علي، صلح غلطك هات ضربه جزاء تانية خلي الاهلي يبقى 3-1، لا يضيعها ويرضوا حتى يضيعها زي الناس، ده بيشوط الكوره اللي هو بيمرن الجون بتاع فلامينجو، خد صد كوره جميله، يعني الجون ما تعبش في انه يصدها، يعمل لي البطه بتاعته ويحطها. طب انتوا عايزين ايه؟ انتوا فرحانين بادائكم في كاس العالم ده؟ مبسوطين بالمركز الرابع؟ هل ده اخركم في الكوره؟ لو ده الطموح اللي انتوا كجيل في الاهلي عايزين توصلوا له يبقى على الله، يبقى بلاش كاس عالم الانديه، ما تنافسوش في افريقيا وسيبوا فرقه عندها طموح تروح تلعب زينا، سيبوا بيراميدز بتاع الطموح تروح تلعب مكاننا رمضان صبحي، لكن ده مش اداء فريق بطل افريقيا اللي خد البطوله خسر وطلع من الهلال الوداد المغربي. انت كاهلي مع انك ما خدتش بطوله افريقيا ولكن اسمك مسمع في كاس عالم الانديه والعالم كله يعرفك اكتر من الوداد المغربي واكتر من الهلال كمان اللي بيلعب نهائي مع ريال مدريد بعد شويه. انت عملت ايه بده؟ عملت ليه اسمك كنادي اهلي؟ الجيل ده تحس ان هو اخره الليفل ده، مع انه في امكانيات توصل الجيل ده لاعلى من كده بكتير بس مش عارف يستغلها. فدلوقتي الكلام كله رايح للاداره بتاعت الاهلي بقى، انتوا اداره بتفهم كوره، على راسكم واحد اسمه محمود الخطيب اسطوره كرويه كبيره. انت يا عم خطيب شايف ان المنظر ده يليق بفريقك؟ هتقول لي كاس عالم الانديه ومركز رابع، يا عم انت عايز ايه تاني؟ اقول لك لا عايز تاني. النادي الاهلي مش اشخاص، الاهلي كمنظومه اهلي عودتنا كجمهور ان احنا دايما شايفين الاهلي في احسن مكان. هتقعد تقول لي ده غرور، ده انت بتلعب ريال مدريد، يا باشا احنا اتعودنا على كده، الاجيال عودتنا على كده. في واحد راجل في النادي الاهلي اسمه حمدي فتحي، في ماتش بايرن ميونخ لما خسرنا حمدي فتحي الوحيد اللي ما بدلش تيشيرته مع حد في ماتش بايرن ميونخ من سنتين ثلاثه. ماتش ريال مدريد بعد الماتش ما خلص خسرنا 4-1، تلتين لعيبه الاهلي بلا استثناء باستثناء 2-3 من اللعيبه كلهم جريوا على لعيبه ريال مدريد عشان يبدلوا تيشيرتات الا حمدي فتحي. حمدي فتحي اللي انا ما خدتش منه اداء اسقف له عليه في البطوله دي الا في ماتش سياتل او في ماتش اوكلاند، ولكن حمدي راجل. لعيبه الاهلي راجعوا نفسكم،
يا محمد يا شريف لو ده المستوى بتاعك ارجع انبي ولا روح وادي دجله تاني، روح اي فرقه. وانت يا بيرسي يا تاو روح جنوب افريقيا، صن داونز عايزك، ولما تيجي تلعبنا بقى اعمل قرد قدامنا مفيش مشكله. في لعيب طاهر محمد طاهر، انت شكلك كده بتاع الدوري المصري مقاولين عرب، او ممكن تروح الاسماعيلي يعني تنقذهم شويه، لكن انت مش بتاعنا، انت مش بتاع المحافل دي. طاهر كل كام ماتش يديك حته حلوه، لكن ما تاخدش منه اكتر من كده. في لعيبه كفايه عليها. اداره الاهلي بصوا كويس، لان احنا تعبنا، احنا كجمهور شايفين النادي بتاعنا ده الاهلي ده يقدر يروح لحته ابعد من اللي هو فيها، ويقدر يبقى مصنف عالميا اكتر من كده، ويقدر يروح كاس العالم للانديه ويعمل نتائج احسن من دي، لان احنا بنلعب مستويات لو ركزنا شويه هننافس المستويات دي جدا. احنا مش طموحنا نروح كاس العالم للانديه نكسب سياتل واوكلاند، لا مش ده الطموح بتاعنا، لا 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 خالص. لو احنا نروح نكسب اوكلاند وسياتل والفرق اللي هي ملهاش تصنيف دي جنبنا، يبقى نقعد في البيت ما نلعبش كاس العالم للانديه. طموحنا والاهلي على مدار التاريخ عودنا على كده. مش هقول اكتر من كده لان انا طولت جدا في الفيديو، بس الواحد فعلا محروق دمه بعد ماتش فلامينجو، لان ماتش ريال مدريد ما نخسرش في 4-1، حتى لو هنخسر فيه ما يبقاش 4-1، وماتش فلامينجو ما نخسرش في 4-2، 4-2 من فلامينجو بالوضع ده، من فريق مهلهل دفاعيا، من فريق تقدر تعبيه جوان. هارد لك الاهلاويه، واي اهلاوي زعلان عندك حق تزعل، ده مش منظر فريق. وفي نفس الوقت برضه مش عايز اخلي الناس تزعل قوي، احنا خدنا مركز رابع، بس احنا مش بتوع مركز رابع، احنا اتعودنا على المنصات، اتعودنا نلبس ميداليه. فربنا يسهل في اللي جاي، ان شاء الله اللي جاي احسن.